السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم البناتي جبت لكم معايا وصفه تاع الطمينه، الله يبارك ما شاء الله للنافسات كما كتشوفوا. وحباباتي بغيتكم بليت وحشتكم بعد غياب طويل، سمحوني. كنت لاهيه كان عندي واحد الميناج في الدار، كنت نقي، درت لي البنات درت دياري تنظيف عميق. والله البنات ما كانش عندي الوقت باش نصور نحط مع خواتاتي فيديو، والحمد لله بعد لي نقيت صوالحاتي وكملت. دوك نولوا للنشاط، نولوا للخدمه، ونولي مع حباباتي في اليوتيوب. هذه هي حباباتي الوصفه تاع اللي كما قلت لكم للنافسات، طمينه بنينه بنينه حبال البنات. حباباتي حنا نديروها هذه نديروها للنافسه عندنا كي تولد باش دير لها الحليب. البنات هذه دير الحليب للمراه النافسه، ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه. وحباباتي ما تنسوش الجيم والتعليق شباب من عندكم، اللي ماهاش مشتركه في القناه تشترك. وقبل ما نمروا للوصفه تاع اليوم نصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا خواتاتي مرحبا بكم. وهنا البنات كما كتشوفوا بغيت نشارك معكم هذا حمص مطحون. البنات هذا يقوله كان يقوله الكيران غبره، وكان يقوله حامي كما حنا من جهه سعيده نقوله الحامي. كما كتشوفوا البنات هاد التقنته تجي رائعه، تحسوا كشغلكم تاكلوا في الشوكولا. وكما قلت لكم في البدايه تاع الفيديو، مليحه للنافسات البنات اللي عينها ترضع وبغيتي ترضعي ويطيح فيك الحليب، ما عليك تاكلي غير هذا التقنته اللي بغيت لي نشاركها معكم. دوك شنو غادي ندير، نجيب لك مقله ولا كيكوطه ولا مهم طاجين عندك يكون ثقيل، نفرغوه ونولي معكم. وهنا حباباتي بعد ما فرغت الحمص المطحون غادي نديرها في الغاز، نقص عليه ونحمصه، نعطيه تحميصه شابه وتكون خفيفه. كما نقول البنات غير نحمره، ما تخلوش نحرقكم، خاطر كي نحرق يعطيكم بنه ماشي شابه البنات، بصح كي تحمصوه يجيكم بنين. البنات حنا هاد التقنته كاين اللي يقول طمينه، كاين اللي يقول روينه، كاين اللي يقول تقنته، كل واحد كيف مسميها. البنات حنا نديروها للنافسه دائما ملي نحسي على روحي كي تزيد عندنا المراه تولد نديروها للنافسه. الاولى تجبر النافسه، وقلت لكم تحط الحليب، دير الحليب للناس بزاف. دوك البنات غادي نديرها في الغاز ونخليها تتحمر، نحمرها مليح ونولي معكم. صاي البنات بعد كما كتشوفوا بعد لي حمصته، شوفوا البنات دوك نوريكم. هنا عندي زيت البنات، الزيت غادي نوصيكم ما تفرغوش، ديروا غير بشوي وقعدوا تخلطوا، خاطر من بعد تطلق وحدها تطلق الزيت. باش ما تجيكمش تقهم ديروا غير بشوي الزيت وراكو وتخلطوا، وعينكم هي ميزانكم. المهم راني قلت لكم ما تكثروش الزيت البنات، من بعد كي تردوها فوق النار تطلق الحمص، يطلق داك الزيت، تطلق الزيت وحدها تطلق. ندير غير قدو ما نلمد، بصح هي البنات تجي بنينه مع فنجان قهوه يا اختي، غير روحي لصوالحك تجي بنينه بزاف البنات. هاد التقنته اللي ماهاش مجربتها غير تنوض تجربها وتعطيني رايها. انا هاد الوصفه شاركتها معكم في قناتي الاولى، والحمد لله زعما شحال من اخت جربتها وقالوا لي ام شيماء خرجت لنا طوب. البنات انا نبغي نجيب لكم وصفه اقتصاديه سهله، حاجه سهله، مانيش نبغي نكثر عليكم، راكو عارفين كاين اللي ما عندش، وهذا الوقت راكو عارفين كلشي راه غالي. وان شاء الله لو كان حتى وحصوا على هذه الهضره، كان حتى تطلع القناه ام شيماء تقعد بالبساطه تاعها. انا البنات بروحي ما عنديش داك البريستيج بزاف، ما نبغيش انا في روحي، ما نبغيش داك البريستيج البنات، ما نبغيش، مانيش عارفه عليه. نبغي حاجه سامبل، حاجه بسيطه، حاجه سيرتو حاجه اللي تنتكل. كاين واحد الصوالح تخسري عليهم الدراهم وتخسري عليهم التعب، وفي التالي والله ما تاكليه. والله العظيم بعد نعطيكم مثال كالتحليات، انا جربت كاع التحليه اللي راهي داير كاع عليكم جربتها، من سوى وحده اللي تعجبني دوك نشاركها معكم ان شاء الله، اللي غير هي اللي كما كنت نقول لكم البنات، غير هي التحليات كنت نهضر لكم عليهم، غير هي اللي نخدمها في الدار وهي اللي ياكلوها وليداتي. بصح التحليه شحال من تحليه جربتها البنات، غير خساره الدراهم وخساره وقت وتعب باطل. شحال من تحليه جربتها والله العظيم يا البنات، ان شاء الله ربي يسمح لنا، لا رميتهم قصتهم ما كليناهوش، ما البنات حاجه ما مشي تالته.
على بيها. شحال من اخت تطلب مني وصفه، انا الوصفه اللي نعرف باللي صادقه وناجحه وتنسكل وتدعي لي عليها نحطها. بصح وصفه اللي نزيد على روحي ونتعب روحي ونخسر دراهمي ما نحطهاش البنات. كيما شحال من اخت طلبت مني قالت لي ام شيماء، وسمحوا لي البنات، شحال من اخت طلبت مني قالت لي ام شيماء دينا الكريوش تاع القوطي. حباباتي غير الوصفه تاعي وكنت بغيت طيبي في القوطي، ما نكتبش عليكم، ما تخاش راسي. مع احتراماتي البنات ما تقولوليش كي ام شيماء تقولي ولا كتهضري، ما تخاش راسي تاع تحطي في قوطي وتطيبي بالحبات وتخنفسي، ما تخاش راسي. داك هو البنات الوصفه تاعي كيما راها، خدموها وساووا الحبه، خبلوا الحبه وحطوها في القوطي طيب وبصح راسكم. هذه حباباتي دوك البنات شوفوا كي درت الزيت دوك ندير مغرف كبيره تاع السكر. غادي تقولوا لي ام شيماء علاه ما درتيش العسل؟ البنات جربتها بالعسل وجربتها بالسكر، تاع السكر تجي ولا اروع خير تاع العسل. دوك انا حباباتي نخلط مليح داك، ندخل داك السكر مع ديك التقنتها ونردهم فوق الغاز واحد شوي ونوريه لكم واجده في طبق التقديم ان شاء الله. شوفوا البنات الله يبارك ما شاء الله، شوفوا البنات جات بنينه. وبغيت نقول لكم على الذوق تاع السكر، على حسب ما تبغي انت السكر، تبغي ديري 2 مغارف، تبغي ديري مغرف ونص. كيما البنات انا زدت نص مغرف سكر، درت مغرف ونص سكر. البنات انا نبغي الحلاوه. هنا البنات التزيين اختياري، عندك اللوز، عندك قرقاع، عندك كوكاو، عندك حلاوه الترك. البنات انا عندي حلاوه الترك بصح حباباتي ما نبغيهاش على بيها، راني نحمص، درت شويه كوكاو يتحمص وندير له تزيين من الفوق بسيط ومعاه فنجان قهوه بالخنجلان، حنا نقولوا خنجلان تاع القهوه، نتوما يا بنات يا درك تقولوا له. وهذه هي حبيباتي البنات جربوها، والله الوصفه قمه 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 رائعه وبنينه بالبزاف. ان شاء الله غير تجربوها وتعطوني رايكم. دوك حبيباتي نكمل التزيين معكم ان شاء الله. وهنا البنات الله يبارك ما شاء الله الروينه تاعي راهي واجده وشهيتكم في الجنه، جات بنينه. المهم البنه التزيين كما قلت لكم ايقاعاتكم اختياري، درت تزيين بسيط، راني حمصت الكاوكاو درته من الفوق وقهوتي راها طيب حبيباتي. وحبيباتي وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله الفيديو يكون خفيف ويعجبكم وتعجبكم الوصفه تاع اليوم. دمتم في رعايه الله وحفظه، سلام.